لسه مكملين معاكم فقراتنا في دكتور هيلث، اكبر برنامج طبي في مصر والشرق الاوسط. الفيلر مش هدفه خالص ان هو يغير شكلك ولا ينفخ وشك، هو هدفه انه يرجع نضارتك بشكل طبيعي جدا. المهم ان هو لازم يتعمل تحت اشراف طبي متخصص ودكتور فاهم. النهارده هنتكلم مع دكتور هدير رزق، اخصائي تجميل الوجه، هنعرف منها كل التفاصيل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، عامله ايه؟ خلينا نخاطب النهارده الناس اللي معلوماتهم في التجميل زيرو. تمام، ونبتدي من اي بي سي خالص. اتفقنا. ايه هو الفيلر؟ عباره عن ايه؟ الفيلر عباره عن هيالورونيك اسيد، ودي ماده طبيه موجوده اصلا في جسمنا، بنحقنها تحت الجلد عشان نقدر نعوض بيها حجم فقدناه نتيجه تقدم في العمر او نزلنا وزن كتير، نصلح بيه اماكن معينه زي التجويف اللي تحت العين، نصلح بيه شفايف، نصلح بيه خدود. بس يعني هو ماده موجوده في جسمنا بس بالزبط. بشكل مصنع. بالظبط. تمام. مؤخرا ابتدت ناس كتير جدا تقول لك لا انا مش عايزه فيلر، انا عايزه حلول تانية. ايه اللي حصل؟ الناس بقت تخاف من الفيلر نتيجه ان مؤخرا بقينا نشوف ملامح ناس اتغيرت جدا، وناس بقى شكلها مبالغ فيه. وهو بصراحه المشكله مش في الفيلر خالص، المشكله في ان احنا حققنا كميات كبيره او حققنا نوع فيلر غلط، او الدكتور اللي حقن مش فاهم لا اناتومي ولا تشريح الوش كويس، فهنا ادانا الشكل اللي مش طبيعي اللي بقى يضايق الناس. وهو الهدف من الفيلر مش ان احنا نغير ملامحنا، الهدف ان احنا نحسن من شكل ملامحنا ونعوض مشاكل حصلت. اصلاح. بالظبط. طيب هل نوع الفيلر بيفرق؟ طبعا. ده طبعا اكتر مش كلمه. في الاخر هو كله هيدرونيك اسيد؟ لا. تفرق في ايه؟ تفرق، يعني انا اكتر كلمه بقولها لاي بيشنت ان مش اي فيلر وخلاص، ومش اي حته تتحط في الوش. الفيلر الفرق بينه في الريولوجي بتاعت الفيلر. يعني ايه الريولوجي بتاعت الفيلر؟ ببساطه ان الفيلر لما اجي اتحرك يتحرك معايا، لما وشي يعمل تعبيرات وش يتشكل معايا مع تعبيرات وشي بسهوله، ما يكلكعش ويتحرك ويبقى فيه دايناميك فيلر. ودي الجزء الجديد او النيو ايرا في الفيلرز اللي اسمها دايناميك فيلرز. وده موجود اكتر او بيميز نوع فيلرز اسمه البوليتيرو. طيب دكتور هدير، ليه شايفه ان بوليتيرو مختلف؟ البوليتيرو مصنع بتقنيه جديده اللي هي دايناميك كروس لينكينج تكنولوجي. يعني ايه؟ يعني الفيلر بيتحرك معايا مع حركه وشي. في ناس كتير حقنت فيلرز وتلاقي ان الفيلر ناشف، هي بتتحرك والفيلر ثابت مكانه. لا، هو التكنولوجي بتاعته دي اديته حاجه اسمها السي بي ام، او السي بي ام دي هو واخد فيها براءه اختراع. يعني ايه؟ يعني الفيلر ده الجل اللي جواه متجانس وناعم، ومصنع بكثافات مختلفه تناسب كذا مكان تناسب اماكن مختلفه من الحقن. طيب وبيقعد فتره قد ايه؟ يعني هتحتاج الست تيجي تحقن تاني بعد قد ايه؟ بصي، هو بيميزه كمان ان هو الديورابيلتي بتاعته عاليه جدا، ممكن اب تو 12 مانثs. سنه هتقعد سنه. تمام، مش تمام. محتاجه. طب السؤال اللي كل الستات بتساله، هو بعد ما الفيلر يروح وشها بيبقى أسوأ ولا بيرجع زي ما كان؟ احنا بنرجع زي ما كنا، مفيش اي حاجه بتتغير. بالعكس، في ناس بعد ما بتحقن الفيلرز السكين كواليتي بتاعتها بتتحسن. انت حقنه هيالورونيك اسيد لمده طويله قاعد تحت الجلد، فالسكين كواليتي بتاعتهم بتكون احسن، عمرها ما بترجع أسوأ. ملوش اضرار؟ مفيش اي اضرار. مفيش اضرار. طيب بما ان احنا سالتك سؤال، الناس دلوقتي بتخاف من الفيلر، فانا عايزاكي قولي لي كده، تقولي ايه للناس اللي لسه خايفه وشايفه ان الفيلر ده لا خلاص موضه وراحت؟ الفيلر مش خطر. الفيلر لو اتعمل بخبره وعلم هنشوف منه نتائج كويسه. اهم حاجه انا لازم اسال على النوع كويس، واسال على الدكتور اللي حقن الفيلر ان هو يكون فاهم اناتومي وتشريح كويس للوش، مش هيحصل منه اي مشاكل. وفي نفس الوقت الكميات زي ما اتفقنا والانواع. طيب البوليتيرو نفسه في كذا نوع؟ يعني لكل مثلا منطقه في الوش لها نوع ولا هو نوع واحد؟ بالظبط، لا هو في اكتر من نوع. اول حاجه عندنا هي البوليتيرو بالانس. البوليتيرو بالانس ده بقدر احقنه تحت العين في التجويف تحت العين، وده الفيلر الوحيد اللي واخد اف دي ابروفد ان هو يتحقن تحت العين، وان هو ما يكتلش وما يكلكعش وما يعملش التندل افكت اللي هو اللون الازرق ده. تمام. تاني حاجه عندنا البوليتيرو فوليوم. البوليتيرو فوليوم ده بقدر اعمل بيه اعوض بيه الفوليوم بتاع الشيكس، واقدر احقنه في التمبلز. في البوليتيرو انتنس. الانتنس بقدر اعمل بيه ليفتنج وكونتورنج للشيكس من غير اي فوليوم، واقدر اعمل بيه ديفاين للجو لاين، واقدر اعمل بيه لبس. جميل، يعني في كذا نوع لكذا انديكيشن. تمام، شكرا دكتور هدير، نورتينا. شكرا جدا لحضرتك. خليكم معانا، لسه في فقرات في دكتور هيلث.